توكلنا على الله، والنهارده مكملين إعادة تدوير قشر البرتقال، واللي هنعمل منها كنكة قهوة. طريقتها سهلة وبسيطة، الطعم لأصحاب المزاج العالي واللي بيحبوا القهوة بأكتر من نكهة. النهارده الفيديو ده هيعجبهم جدا جدا جدا. هنصحصح ونصبح ونشرب أحلى فنجان قهوة في قشر البرتقال على بركة الله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا زي ما اتفقنا مع بعض في الفيديو اللي قبل ده على طول، مادام هستخدم قشر البرتقان يبقى لازم انقي البرتقانه بتاعتي تكون كبيره شويه وملحمه. ما تجيبيهاش رفيعه، دي اكتر، دي احسن، اقصد يعني دي اكبر واحسن، وبتستحمل البوتاجاز لو هنحطها على البوتاجاز زي النهارده كده، او لو هتستخدميها كمبخره وتحطي فيها الفحم زي الفيديو اللي قبل ده على طول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده نقطع القشره بتاعه البرتقانه. هاخد التلت بس اللي هو الجزء اللي فوق اللي هي القبعه دي، يبقى انا هسيب التلتين بتاع البرتقانه من تحت وهاخد الجزء الفوقاني بس. تمام. ونجيب المعلقه ونبدا كده نحاول نفصل البرتقانه عن القشر نفسه. اوكي طيب، انا حاولت قلت ايه اطلعها كده، وبعدين افتكرت ان المره اللي فاتت السره بتاعه البرتقانه من تحت كانت ما شاء الله كبيره وكانت ماسكه في قلب البرتقانه نفسها فخرمتها لي. انا مش عايزه ده ابدا، انا طبعا هحط فيها ميه يعني ممكن تنزل وتسرب والكلام ده كله. فجبت المعلقه وبدات ايه انضف كده زي ما شفتوا، وفصلت كل الاجزاء اللي كانت موجوده عدا الجزء اللي تحت، سبت فيه السره بتاعته بالالياف اللي موجوده. مفيش اي مشكله، بالعكس هتنكه لي القهوه اللي احنا هنعملها النهارده. معايا بقى هنا القهوه بتاعتي، ودي هنزل منها مثلا بمعلقتين بقى. شوفي انت بتحبيها ايه، بتحبيها اخف من كده شويه، بتحبيها اتقل 3 4 معالق براحتك. انا كل واحد وذوقه بقى، دي ذوقيات. انا عن نفسي بحط معلقتين. تمام. والكوبايه اللي هتشربي فيها هي اللي تمليها ميه ساقعه، وتبداي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم وتضيفيها في البرتقانه. يعني انا مثلا هشرب في الكوبايه دي فبعاير فيها الميه بتاعتها، وبعدين نزلت كده على القهوه وهبدا اقلب زي ما انتم شايفين. طيب هنا بقى في 3 حاجات، حابه تحطي سكر براحتك، حابه تحطي سكر دايت براحتك، حابه تحطي عسل نحل ده في الاخر بقى خالص بعد ما تهدى شويه علشان فوائده ما تروحش. نروح كده نقيد بسم الله الرحمن الرحيم البوتاجاز بتاعنا، بحطه اول 3 4 ثواني على عين او على نار عاليه يا دوب بس تسخن لي القشره بتاعه البرتقال، وبعد كده بهدي النار خالص زي ما انتم شايفين كده. وجبت الجزء بتاع البرتقانه اللي من فوق ده وغطيتها عشان اخليها بالبلدي كده تهدر على طول او تسخن قوي. احتفظت بالبخار مفيش اقل من 4 5 ثواني بالكتير، وبدات زي ما انتم شايفين كده ايه تدخن اهي، تطلع بخار اهي. تمام. بعد ما عدى عليها هنقول 15 ثانية، يعني الموضوع كله ما خدش اكتر من دقيقة وشوية. هرجع اديها تقليبة تانية عشان اعمل طبقة وش حلوة كده. بعد كده بقى هاخد القبعة اللي انتوا شفتها دي مش هرميها، هستخدمها كطبق، هحط فيها المعلقة عشان ما بهدلش الدنيا حواليا. وبعدين سبت بقى البوتاجاز هادي جدا 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 علشان تبدأ القهوة بتاعتي تستوي على مهلها خالص خالص. ما تحاوليش تعلي النار لانه في حاجتين هيحصلوا، القشره بتاعتك هتتفحم من بره والقهوه بتاعتك هتفور ومش هتبقى استوت كويس. فاحنا كده على الهادي يا زبادي عشان تاخدي ايه حاجه تمام وحاجه تظبط دماغك وطعم ونكهه كمان. انا كده خلصت، طفيت عليها، جايه اجرب كده اشوف ايدي هتستحمل السخونيه ولا لا. لقيتها تمام هتستحملها لو انا هستخدمها بايدي الاتنين. نجهز بقى الطبق اللي هنحط فيه المج بتاعنا او الكوبايه اللي هنشرب فيها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصب القهوه الجامده جدا اللي احنا عملناها مع بعض. ريحتها ما شاء الله اللهم بارك حلوه قوي، في ميكس كده في المطبخ روايح، ريحه قهوه على ريحه شياط، ريحه فحم، ريحه دخان اللي هو الجزء التحتاني ده. تمام كده. صبينا القهوه والوش تمام موجود زي ما انتم شايفين، والدنيا زي الفل. طعمها بجد تحفه تحفه بجد، ريحتها حلوه قوي. قطعه الالياف اللي انا سبتها من تحت دي ما غلت مع القهوه طلعت النكهه اللي فيها جوه القهوه بجد روعه. الناس بقى اصحاب المزاج العالي اللي بيحبوا طعم القهوه ومعاها ميكسات كده، سواء بقى طعم الفراوله، طعم البرتقال، الحبهان، القرنفل، ايا كان، القهوه دي هتعجبكم قوي. قطعة شوكولاتة دارك جنب القهوة دي وبس كده، سلام على الدنيا وما فيها. الساعة 7 الصبح كده أول عصرية ادخلي بلكونتك اقعدي في الشمس واتفرجي على جمال طبيعة ربنا سبحانه وتعالى واشربي وقولي الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تحفة. نكهة البرتقال فيها خفيفة كده، حلوة قوي قوي قوي، طعمها جميل بجد جدا يعني.
الناس اللي بتحب القهوة بالليمون هتستصيغ دي جدا، فظيعة بجد، حلوة قوي، نكهتها جميلة ولذيذة. طبعا زي ما قلت لك، عايزة تضيفي سكر ضيفي، عايزة تحطي اي سكر دايت انت بتفضليه اوكي تمام مفيش اي مشكلة. عايزة تضيفي عسل نحل يبقى في المرحلة دي، لو انت لا هتشربي سكر دايت ولا هتشربي سكر عادي، بعسل النحل وبالتحلية بتاعتك يعني، وده الافضل كتير اصلا. دلوقتي يعني بعد ما تدفى كده بشويه تكوني ايه، علشان فايده العسل النحل بس ما تروحش، بعد ما يدفى كده بشويه بسم الله تروحي حاطه العسل النحل المقدار اللي انت بقى بتحبيه او على حسب انت ما بتستطعمي، وتدوبيه في الوقت ده. ليه؟ عشان احافظ على القيمه الغذائيه والفوائد والعناصر الغذائيه اللي جواه ما تتكسرش من شده السخونيه او من الغليان، مش عايزين نعرض لدرجه حراره عاليه. ولكن الناس اللي بتحب القهوه زي كده ساده، ربنا يحلي ايامكم يا رب ان شاء الله، يعملها زي ما انا عملت كده بالظبط. وبس كده تفضلوا معانا فنجان قهوه، احلى كوبايه قهوه بقى مش فنجان، في البرتقانه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الناس اللي عندها اعزكم الله وعافاكم الله وايانا اللي هو الاسهال وفي مغص بقى تعبها والكلام ده، ممكن تعملي فنجان القهوه ده اما في البرتقانه وتسيبي فيها شويه عصير زي ما انا عملت كده، او اللي هي الالياف اللي تحت دي عشان تديك النكهه دي، يا اما بعد ما تخلصي في البرتقانه برضو تعصري عليها ليمونه، ان شاء الله بتقطم الاسهال وتوقفه فورا، مع برشامه كده انتوسيد وحبايه انتينال برضو مطهر معوي كويس، وتستمري على السوائل الدافيه عشان تعوضي كميه السوائل طبعا اللي نزلت او خرجت من جسمك. والقهوه هتوقف لك كل الكلام ده كله بامر الله. وكمان بتقري الفاتحه 7 مرات بنيه الشفاء، ان شاء الله كل ده هيروح. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. وصلتوا معانا طبعا لحد هنا، اكيد ان شاء الله الفيديو عجبكم زي الفيديو اللي قبل ده بتاع البخور، ان شاء الله يعجبكم هو كمان. وقتها ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان كل حاجه بنعملها جديده توصلكم بامر الرحمن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اسيبكم في رعايه الله وامنه. كنت معاكم سندس سعيد من على قناتي على اليوتيوب، اكتبوا سندس سعيد بالانجلش والاس يو مش اس او، اس يو ان دي يو اس علشان تظهر لكم ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، دعوه حلوه لينا بظهر الغيب ولكم بالمثل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.